في الفترة الأخيرة زاد الكلام على الاكتتابات الجديدة. كل كام يوم تسمع إن في شركات ضخمة في مصر، ومش كلها بتكون تبع القطاع الخاص، لا ده بعضها تبع الحكومة وبعضها تبع الجيش، معروضة للاكتتاب والاستثمار فيها، وبالتالي متاحة لأي حد إنه يشتري جزء منها ويشارك في أرباحها. الكلام ده بيحصل دلوقتي في البورصة المصرية، وبيحصل لسبب مهم جدا، والنهاردة هقولك ليه الحكومة قررت تطرح شركاتها في البورصة، وإيه هي الشركات دي، وإمتى هيتم الإعلان عن طرحها، والأهم إزاي أنت كمستثمر ممكن تستفيد من الفرص دي. أول وأهم سؤال هو ليه الحكومة بتطرح شركاتها؟ إيه السبب يعني؟ السبب باختصار ممكن نضمنه في كام نقطة كده. أولا، جذب الاستثمارات. طرح الشركات الكبيرة بيجذب مستثمرين كبار من بره وجوه مصر، وده بيزود السيولة في البورصة. تاني سبب وهو الضغط على العملة بسبب الدولار. مصر دلوقتي محتاجة عملة صعبة بشكل كبير بسبب الفجوة التمويلية وارتفاع الالتزامات الخارجية. لما الحكومة تبيع جزء من شركاتها لمستثمرين أجانب أو صناديق سيادية عربية بيدخلها دولارات بسرعة، وبكده بيخف الضغط على العملة. والسبب الثالث والأهم، واللي بعتبره السبب الأساسي أصلا لكل ده، وهو تنفيذ الالتزامات مع صندوق النقد الدولي. لأن من شروط الصندوق تقليل سيطرة الدولة على الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص. وفي آخر مراجعة من صندوق النقد كان إن الحكومة طبقت كل الشروط ما عدا التخارج من الاقتصاد اللي كان التعليق الأكبر عليه، واللي الحكومة أجلته بسبب الأحداث أو الفترة اللي فاتت ما كانتش الظروف ولا الوقت مناسب لطرح شركات كتيرة وكبيرة بالحجم ده علشان الطرح يحقق الهدف منه. تمام، إيه هي الشركات اللي هتطرح في البورصة وإمتى؟ الشركات ممكن نقسمها شركات تابعة للجيش زي شركة صافي أو الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه، وشركة وطنية للبترول ودي أكبر شبكة محطات وقود، ومعاها شيل أوت ودي سلسلة محطات وقود وخدمات، وشركة المنتجات الغذائية سايلو فودز، والشركة الوطنية لبناء وتطوير الطرق. ده بالإضافة لشركات تانية حكومية زي شركة مصر لصناعة الأدوية، ومحطة طاقة رياح جبل الزيت، والأمل الشريف للبتروكيماويات، والمجموعة المصرية للصناعات الدوائية، بالإضافة لطرح جزء من بنكين مهمين جدا زي بنك الإسكندرية وبنك القاهرة. بالنسبة للتوقيت، الحكومة أعلنت إن أول دفعة من الطروحات دي وأهمها شركة صافي وشركة وطنية هتكون جاهزة قبل نهاية 2025، أما باقي الشركات هتتوزع على 2025 و2026 في المرحلة الجاية. تمام، إزاي تستفيد كمستثمر؟ رقم 1، إنك تشترك في الاكتتاب العام. ممكن تشتري أسهم وقت الطرح بسعر قليل، ولو السهم ارتفع بعد الإدراج هتكسب فرق السعر. تاني حاجة هو الاستثمار طويل الأجل. في شركات قوية زي وطنية أو شركة سايلو فودز بيكون عندها فرص نمو وممكن جدا توزع أرباح منتظمة فتستفيد منها كعوائد على الاستثمار. تالت حاجة تنويع المحفظة. دخول أسهم جديدة في قطاعات مختلفة بيوزع وبيقلل المخاطرة، وطبعا تاخد في اعتبارك النصايح دي. تقرأ نشرة الاكتتاب قبل الدخول عشان تبقى عارف كل المعلومات اللي محتاجها وتاخد قرار على علم. ما تحطش كل فلوسك في سهم واحد، ودي في كل الأسهم وفي كل الاستثمارات. لازم دايما تنوع. حدد هدفك من قبل ما تدخل، هل هو استثمار ولا مضاربة؟ يعني ناوي تستمر في الشركة ولا أول ما تكسب منها هتبيع على طول؟ وأخيرا لازم تتابع توقيت الطرح وظروف السوق، لأن ممكن يكون الطرح كويس جدا بس السيولة في السوق أو الظروف المحيطة مش أحسن حاجة. وإحنا هنتابع مع بعض إن شاء الله أي اكتتاب جديد هنناقشه على القناة هنا تفصيليا شركة بشركة. ده كان فيديو خفيف كده بنتكلم فيه عن الطروحات الحكومية، وإن هي فرصة مهمة بس مش لكل الناس بنفس الدرجة. لو عارف انت بتعمل ايه وفاهم الشركة اللي داخل تشتري فيها ممكن تحقق أرباح كويسة، واللي بيكسب هو اللي بيخطط وبيمشي بخطوات محسوبة. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشاركه مع أي حد مهتم بالبورصة المصرية، وما تنساش تقولي في التعليقات ايه أكتر شركة شايفها كويسة وممكن تكون فرصة ربح قوية من الطروحات دي.